ايه ده؟ ايه ده يا سمور يا اخويا؟ الدنيا بقت فاير نار. اصلهم بيقولوا الاحتباس الحراري هو السبب. احتباس حراري ايه وحر ايه وزبط ايه؟ انا بتكلم عن الاسعار بقت نار. الدنيا بقت غالية يا زعبولة، عادي، مش في مصر بس، ده في كل حتة في العالم. بس مش كده، الرحمة حلوة. يعني الست هانم عايزة تنزل تشتري هدوم صيفي، اقول لها طقم واحد كفاية؟ وده هتلبسه ولا هتتصور معاه؟ يا اخي فك الكيس شوية، انت بتشتغل لمين يعني؟ اشتغل علشان احنا الاتنين، بس نصرف بالعقل بالاصول، يعني كله مصاريف. امال انت عايز تتجوز وما تصرفش؟ طب تيجي ازاي دي بقى يا زعبولة؟ يا دي المصاريف، الواحد وهو خاطب ما خلصش من اسطوانة الفلوس دي برضه. مش كل حاجة حلوة في حياتنا وليها تمن، مفيش حاجة ببلاش يا حبيبي. زمان وانا خاطب جديد قالك عيد الحب، دباديب وقلوب، ايش فرفانات وخروجات. جيبي وجعني قوي. جيبك وجعك، بس اكيد كنت مبسوط وسعيد. انتوا خارجين ايديكوا حضن بعض. انبسط ازاي بس وانا صارف يوميها الشيء الفلاني؟ ما هو العيب انك لما تسلم مرة تسلم كل مرة. ازاي بقى؟ سلمت في ايه؟ مش فاهم. احكي لك انا. كلمتني الصبح، زعبالتي النهارده الفلنطين يخرب بيت الفلنطين واللي فلطنه، كل سنة وانت طيب. طبعا قلت لها وانت طيبة، والهدية انا نايم حاضنها يا قلبي، صح؟ لو شرفك. قلت لها مين الفلنطون ده؟ معرفوش. انا معرفش غير عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد القيامة، دول اللي فيهم اجازات. يا راجل بقى هي مكلفة نفسها ومتصلة بيك عشان تقول لك كل سنة يا بيبي، تقول لها كده؟ يعني فكرك هي سكتت وغلاوتك ابدا؟ سمعتني قصة القديس فلنطين من اولها. قصة جميلة ومناسبة حلوة صراحة، الناس بتتلكك تنبسط وتفرح وتهادي بعض. ما انا حاولت اهرب بقى من موضوع الهدية، قفشت عليا وقالت لي انت مش بتحبني يا مستطيل. انا عارف الاسطوانة دي، كل الستات كده لما ترفض لها طلب وفي الاخر بنشغل لها احنا اسطوانة حاضر. بس هي فضلت تحاورني، اروح لها شمال تقفل عليا اليمين، زهقت. وطبعا شغلت الاسطوانة ونزلت اشتريت لها الهدية، صح؟ نزلت يا اخويا لقيت المحلات كلها احمر فاحمر. لو الاهلي خد كاس العالم مش هتشوف الاحمرات دي كلها. اليوم ده بيكون بهجة حلوة، وشكل الولاد والبنات هم حاضنين الدباديب شكلهم بيفرح. ما انا حاولت افرح برضو، بس جيبي نقح عليا، دست عليه واشتريت الهدية ورحت لها. طبعا طارت من الفرحة ولقيتها محضرة هديتك. ابسط يا عم. لقيتها محضرة الهدية فعلا، بس قعدت تقيس ايه لا مؤاخذة؟ ده بدوبي طلع اصغر من اللي جابته، وسمعت موشح. اخصى عليك، انت مش مهتم بيا يا شبه منحرف. رد عليها ابو موشح، انت حياتي والعين الجوانية. وحياتك شغلته من اولها وفي الاخر رسيت على عزومة بره. الله، حلو المود ده يا زعبولة، قوي اتس بيوتيفول. مزيكا هادية، اضاءة خافتة كده، جو رومانسي، مفيش كلام. الصراحة الجو كان حلو والاكل كان احلى، بيعملوا مشويات هناك حكاية. انت رايح تحتفل بالفالنتين ولا رايح تاكل؟ ما هو لما تبقى العزومة غصب خدها بجميلة وكل بنفس. طبعا قالت لك بحبك وانت قلت لها بموت فيكي. يا الحب حلو. هو كان حلو لحد ما الجرسون جاب الشيك. الصراحة كل حلاوة الحب راحت. ليه بس؟
ما كنا ماشيين كويس يا زعبولة يا اخويا. الشيك جه من هنا، الدنيا ضلمت في عيني وايدي بدأت تترعش وايدي التانية تحسس على المحفظة. يا ساتر، دي اعراض تسمم ولا ايه؟ لا، اعراض دفع الشيك بعيد عنك. دفعته وانا بعيط وحلفت ما ادخل المطعم ده تاني ابدا. بس اكيد بتحن لمسة ايديها وانتوا قاعدين، وطبعا هي اكلتك بالشوكة. يا بختك. الصراحة الشوكة دي كانت في آخر القعدة خالص. بص كده، سنان الشوكة لسه معلمة في إيدي. هي كانت بتأكلك ولا كانت بتعلم عليك؟ أصل إحساس الميزانية عندي ارتفع على غفلة وما كنتش عايز أدفع، وقلت يعني ننصص العزومة سوا. تنصص في الفلنطين؟ يا شيخ حرام عليك. ما هي رفضت، قلت نمشيها انجليزي، قامت هي عملت معايا الالماني بسن الشوكة. البخل في الحب مش مطلوب يا زعبولة يا اخويا. خليك جنرس، خليك كريم. ما هو انا كريم في مشاعري، مش كفاية ولا ايه؟ كفاية لما يكونش معاك، كفاية لو انت ظروفك ضيقة، بس مش كفاية مع الست ابدا الصراحة. ما هو القرش مش بيجي بالساهل يا سمير يا اخويا، الواحد لازم يبقى حريص. الحرص حاجة والبخل حاجة. اخرج معاها مرة ولو في السنة، حسسها انك كريم في كل حاجة. طب والانجليزي يا سمير؟ الانجليزي اخرته الماني، ولا انت مستغني عن بقية دراعك يا زعبلة؟ يفتح الله يا عم، ندفع بالتي هي مصري احسن ودمتم.